صباح الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. في فيديو النهارده بقى قررت ان انا اشارك معاكم بقضي يومي ازاي. من ساعه ما خدت الاجازه تقريبا ما عملتش معاكم فلوج غير مره واحده بس، فحصل حاجات كتيره قوي اكيد من بعد الاجازه. فالنهارده قررت ان انا اشارك معاكم اليوم بتاعي واقول لكم يومي بيمشي ازاي من اول ما بصحى الساعه 6:30 الصبح لحد ما باجي انام. فبس كده. اول حاجه دلوقتي طبعا انا لبست وجهزت علشان نازله الشغل، وهتشوفوا دلوقتي انا بشتغل ايه وبشتغل فين، الحاجات دي كلها. انت بتقلدي؟ السود او 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 مين ده؟ ده مين ده؟ يوسف؟ يوسف؟ صباح الخير يا جماعة. بعد ما نمت وصحيت للمرة التانية تقريبا كده في الوقت ده كانت الساعة 8. فأنا بصحى الساعة 8 بقعد حوالي 3-4 ساعات كده وبعدين بنام تاني. في ال3-4 ساعات بقى ممكن اعمل فيهم اي حاجة ممكن تعمل في الدنيا، ممكن اعمل فيهم اكل مثلا، ممكن اقعد ما اعملش اي حاجة، اقعد ارتاح عشان تاني يوم. بس يعني ده تقريبا يعتبر يومي بالمختصر المفيد. عايزه اقول لكم الفيديوز بتاعت الاطفال البيبيز الصغننين الكتاكيت اللي انا وريتها لكم في الاول دول، ده الجانب المشرق في الحضانه. الجانب بقى الغير مشرق اللي هو طبعا شد الشعر والعض والكلام ده كله، فربنا يهديهم يا رب. بس بجد يعني الشغل في حضانه رغم ان هو شغل ممكن يكون يعني محتاج تركيز كبير قوي، ان انت مثلا تقعدي تفرقي بين الاطفال عشان خاطر ما يحصلش مشاكل، قد ما هو بجد مسلي وعليهم شويه حركات كده بتضحكني بصراحه، يعني بالذات البنات. يعني انا كل ما اروح في مكان بجد بتاكد ان تربيه الولاد صعبه 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 جدا 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 كمان. رغم ان البنات ممكن يكون في شويه زن وبتاع وكده، بس عمرها ما هتيجي قد الولاد بجد. ودايما انا كان نفسي يكون عندي اخت بنت، يعني فبالنسبه لي زنهم ده على قلبي زي العسل والله، وبحب ان انا اقعد اكلهم وانيمهم مش عارف ايه، فالموضوع بيكون نوعا ما مسلي. نرجع لوصفتنا بقى. النهارده انا صورت معاكم طريقه السينابون. عايزه اقول لكم ان طريقه السينابون دي انا وصفه مش بالتفصيل، بس هي بجد من احسن الطرق اللي ممكن تجربوها للسينابون. وعايزه اقول لكم السينابون دي اكتر حاجه حلوه انا بحبها، ومش بس عشان هي طعمها حلو، لا عشان دي اكتر حاجه انا بعرف اعملها من اولها لاخرها، وما كنتش اتخيل ان في يوم من الايام اصلا يعني هعملها كده لوحدي من اول العجينه لحد الصوص. فعايزه اقول لكم انها بجد حلوه جدا، والعجينه زي ما انتم شايفين تحفه. الطريقه بتاعت اي حبيب، الشيف اي حبيب واخداها منها. فالمهم يعني بجد تحفه، لازم تجربوها لو انتوا لسه ما جربتوهاش. فده كان يومي النهارده بالمختصر المفيد. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير لاصحابكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد قريب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.